قصد تسهيل الولوج للمراعي وتحسين البنى التحتية من أولى أولويات قطاع الفلاحة للإقليم. برنامج يأتي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر والنموذج من تراب جماعة المسيد في روبورتاج من هناك محمد مصطفى خيا ومحمد مولود ملاخة. إحداث مسالك قروية بتراب العالم القروي لبوجور يأتي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وهي الاستراتيجية التي تروم تحسين البنى التحتية للمراعي بانخراط جاد وهادف للمديرية الإقليمية للفلاحة ببوجدور، ومن أولى الأولويات تسهيل ولوج القطعان لأماكن الرعي والأبار في ظروف جيدة. في إطار تفعيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 يعرف إقليم بوجدور التنمية الدينامية التنموية مهمة على مستوى بالأخص على مستوى المراعي، حيث يشمل مجموعة من التدخلات اللي كتهم جميع الكسابة بما فيها تجهيز حفر وتجهيز وتهيئة نقط الماء بالمراعي، وكذلك يتم توفير الكسابة الصهاريج البلاستيكية وتوفير الشاحنات الصهريجية لتوريد الماشية، بالإضافة إلى فك العزلة عن المناطق الرعوية من خلال تهيئة مسالك قروية، حيث تم تهيئة 140 كيلومتر منذ سنة 2016، منها 39 كيلومتر اللي انتهت الأشغال ديالو مؤخرا بجماعة المسيد، واللي كتربط ما بين الطريق الوطنية رقم 1 و بئر عباس مرورا على بئر حطابة، لهذه النقطتين مهمتين جدا على المستوى ديال جماعة المسيد لجميع الكسابة يعني كيمشيو لها. وهذا يدل على حرص وزارة الفلاحة في تسهيل تنقل الكسابة إلى نقط الماء الحيوية وأيضا إلى المناطق الرعوية البعيدة. وخلال السنة الجارية 2025 تمت تهيئة هذا المسلك القروي الحيوي الذي يربط الطريق الوطنية رقم 1 ببير عباس بتراب جماعة المسيد الترابية مرورا ببير حطابة على طول 39 كيلومترا، في مشروع خصصت له كلفة المالية هي 26 مليون درهم. مشروع يهدف لتسهيل الولوج لنقاط الماء والولوج أيضا لمراعي جماعة المسيد الترابية. هذو المشاريع جد مهمين، والجماعة كانت منخرطة فيهم مع القطاعات الأخرى، وتم إنجاز منهم مجموعة من المسالك اللي هي حقيقة فكت العزلة عن الكسابة وعن كذلك الأبار المحركات ديال رفع المياه في داخل نفوذ الترابي للجماعة، والحمد لله سهلت لنا الأمور يجي الوصول لهم في حالة الأعطاب ولا في حالة أي شيء يتعلق بهم. وتم إنجاز منهم عدة طرق، والأخرى هي مبرمجة كطريق قرية الصيداق الغازي اللي هي مبرمجة في شراكة بين الجماعة الترابية المسيد والمجلس الإقليمي وكذلك بعض القطاعات الأخرى اللي يتم إنجازها، وكذلك طريق المنطقة السياحية أكفول، وكذلك منطقة زاوية جوسيد المكي. هذو مشاريع 3 مشاريع حتى هما في دورة سميتو كيف ما تم إنجاز مسبق كما قلنا طريق عباس، وكذلك الطريق حمدنا، وطريق كذلك المسيد زاوية المسيد أهل الزريبة. هؤلاء المشاريع حقيقة هم جد مهمين واللي الجماعة ساهمت فيهم، وهي مازالت منخرطة في هذاك الجانب إن شاء الله ربنا من أجل أي شيء يمكن له على أن نخفف الثقل ولا العباء على الكسابة. وتتواصل ببذور المشاريع الفلاحية الرامية للوقوف عن كثب على حاجية الكسابة وتوفيرها وفق برنامج هادف يراعي أيضا تثمين المنتوج الحيواني بهذه المناطق.